النهاردة بقى تعالوا نعمل ايه، شوية قرص كده جميلة. لا هي ناعمة قوي زي الكحك الناعم، ولا هي طرية زي القرص الطري، ما بين الاتنين. بس روعة. وطبعا بنضيف لها الوادي ايه، محطوط لها شمر. خلاص يعني غير السمسم محطوط لها شمر. بس جميلة. ممكن مع العصرية كده تروحوا جايبين كوباية الشاي، وتروحوا جايين واكلينها معاه، او في الصبح في الفطار. شوية قرص بقى بالعجوة والشمر والسمسم، انما ايه تحفة. شايفين الشكل بتاعها؟ روعة. وطعمها كمان اروح كمان. وبالهنا والشفا للي هياكل منها. وقبل ما اقول لكم على طريقتها، طبعا لازم نكون مجهزين العجوة، والكوباية دي اللي احنا هنستعملها في العيار. ودي العجوة اهي، معمولة طبعا بسمنة وسمسم، وطبعا معمولة كده ايه كور كور كده. ممكن تصغر على كده، ممكن تكبر على حسب ايه ما تحبوا انتوا بقى. ودي الكوباية اللي احنا هنعير بيها. ماشي. هناخد منها 15 كوباية دقيق. ماشي. وبعدين هنجيب الدقيق ونخله. هما 3 اكياس. الكيس من ده فيه 5 كوبايات من نفس الكوباية برضك اللي هي عملت بيها السمنة، اللي هي دي. ماشي. أول كيس اهو فرغناه اهو. بعد كده هنحط الكيس التاني والتالت. بعد الكيس التاني بعد الكيس التالت اهو. يبقى كده كلهم كام 15 كوباية. خلاص. احنا عملنا نصهم سمنة. ماشي. حوالي 7.5 كده كوباية، نفس الكوباية اللي هي استعملناها اللي هي دي. ماشي. وبعدين هنجيب نص كوباية مية أو تلت كوباية مية، وهنجيب قطعة الخميرة وهنحطها فيها حتى قد ايه عين الجمل الكبيرة كده. ماشي. وبعدين هنجيب معلقة سكر ده اهو، او معلقتين. ماشي. وايه وندوبها ونسيبها ايه بقى تخمر. ونعمل 3 كوبايات لبن. الكوباية التالتة اهي. كوباية 4 اهي كمان مية. وادي 5. وادي 6. يبقى هناخد منه من جنان ده جاهز على طول. 7. وكده الملمونة هي اتحمرت اهي، معناها السمنة قدحت. نبدأ بقى نحطها. وبعدين بقى هنعمل دوريات كده كده اهو، عشان هنحط فيها ايه السمسم. وبعدين هنحط بقى السمنة اللي هي قدحت دي. شايفين بتفور ازاي؟
وطبعا هنقعد بقى ايه نقلبها، ماشي، عشان تشربها كلها. هنحط بقى بقية السمنة بقى بالطريقة دي، وهنقعد بقى نقلب فيها، ماشي، عشان ايه تتشرب دي كله السمنة، ماشي. وبعد كده بقى هنعمل كده، لانه طبعا لسه سخن، مش هنقدر نعمله بايدينا لغاية ما يبرد شوية، وبعدين بقى ايه نفركه بايدينا، ماشي. بس اهم حاجة نقعد نعمل كده الاول، وبعدين احنا بقى نقعد ايه نعمله بايدينا بقى كده، خلاص نفرده كده برضك نبسه يعني، ماشي. وبعدين ما ننساش بقى ايه نرش عليه معلقة ملح صغيرة كده، ماشي. خلاص. وبعدين بقى هنجيب الخميرة اللي احنا كنا محضرينها وهنحطها، بعدين بقى هنبدأ نحط اللبن كده اهو، ماشي. خلاص ونبدأ نعجن. ودي بقى ايه كحكة بتاعت بركة نبينا عليه الصلاة والسلام، كانت دايما ماما تعمل كده، ماشي. كانت ديت ايه بركة، نبططها كده، ماشي، وايه ونسيبها بقى بالطريقة دي. وبعد كده بقى ايه بنقطعها حتت كده صغيرة كده، ناخد حتة كبيرة ونقطعها حتت صغيرة كده، ماشي. وقطعناها كده اهوت اهي في حجم البرتقانة في البلد الصغيرة، وبططناها. حتى بقيت نحطها على الصاج ونبططها على الصاج على طول عشان ما نشيلش ونحط. ودلوقتي بقى هنحطها في الفرن، وبعد كده بقى هندخلها الفرن اهي، ماشي، عشان نسويها. ونقفل عليها طبعا بقى لغاية ما تستوي. وده الصاج التاني اهوت بعد ما طلع من الفرن. وده الصاج التالت اهو، يعني 3 كيلو عملوا صاجين، والتالت يعني ايه اللي حاجة بسيطة اهو. شوية قرص بقى بالعجوة والشمر والسمسم، انما ايه تحفة.